إنه أريد أن أختبر شعب المملكة، وأريد أن أعرف من يحب هذه المملكة ويحث علي ويهتم بشؤونها. أجد فكرة يا مولاي. هيا قل يا وزير، لا تتردد. سوف نضع فكرة في منتصف الطريق ونراقب المارة ونرى من منهم سوف يتعامل مع هذه الصخرة ويزحها من الطريق، ومن الذي لا يهتم ويتركها ويسمع. فكرة جيدة يا وزيرتي. هو الذي سوف يتصرف يقول له عني جائزة. أحسنت يا حراس. اذهبوا بسرعة، أقدر صخرة كبيرة ودراء منتصف الطريق. ومن وضعه سأمضي في طريق، وعندما أعود سوف أشكو لمولاتي لتعاقب من وضعه. ما هذا؟ من وضع الصخرة في هذا الطريق؟ سوف أتأخر عنه. ما هذه الصخرة الكبيرة؟ ومن وضعه؟ ستؤثر على المرة وتعيق أعمالهم. ماذا سوف أفعل يا ترى؟ خطرت في بالي فكرة. سوف أذهب إلى عائلة القبعات الست، وهم سوف يساعدوني لإيجاد الحل المناسب. مرحبا يا أصدقائي. أهلا أيتها البنت الجميلة، ما اسمك؟ اسمي سارة. ماذا تريدين يا سارة؟ هناك مشكلة وأجد صعوبة في إيجاد حل لها، وهي ليست مشكلة خاصة بل مشكلة عامة. ما هي المشكلة؟ هناك صخرة كبيرة توجد في منتصف الطريق، وأجد صعوبة في إيجاد حل لإبعادها. سنساعدك في إيجاد حل لإبعادها، لا تقلقي. هيا بنا يا قبعات. هيا بنا. أنا التفكير المتفائل والإيجابي. أنا أحب الحياة، أحب الجميع، أمرح وألعب، أرغب بحل مشاكلي عن طريق التفاؤل. ولدي حلان، اختاري أحدهما. الأول أن تكوني مبتسمة ومتفائلة فقط، يكفي لحل مشاكلك. أما الثاني أن تكوني مبتسمة ومتفائلة بالإضافة إلى التفكير في حل مشاكلك. أيهما سوف تختاري؟ سوف أختار الحل الثاني، وهو أن أفكر بطريقة إيجابية، وهذا سوف يساعدني على النظر إلى كل فوائد القرار والكمثال. سوف يساعدني أيضا على الاستمرار عندما يبدو كل شيء كئيب وصعب. أحسنت يا سارة. أنا التفكير المتشائم، أرى الحلول دائما مستحيلة وصعبة التحقيق، وأركز على كشف العيوب ومناطق الضعف والأخطار المحتملة للموضوع. لكن لدي حلان، اختار أحدهما. الأول التعلم عن النقد الإيجابي بالنقد بناء. الثاني المستمع يعطي نقدا لكل حل تعطيه، فما الفائدة من المحاولة؟ أيهما سوف تختاري؟ سوف أختار الحل الأول، وهو أتعلم النقد الإيجابي البناء. أحسنت يا سارة. الآن جاء دوري. أنا التفكير المنطقي الحيادي، حلولي مبنية على أساس التفكير بموضوعية وببساطة، ولا أميل إلى استعمال العواطف، ويجب عليك جمع المعلومات وتحليلها والوصول إلى حقائق. ولدي حلان، اختاري أحدهم. الأول اختار الحل المناسب للجميع. الثاني اختار الحل الذي يفيدك ويعبر عن مشاعرك. أيهما سوف تختاري؟ سوف أختار الحل الأول، وهو الحل الذي يمثل الجميع، لأننا أسرة واحدة في هذه المملكة الجميلة. أحسنت يا سارة. فأما أنا التفكير الإبداعي، حلول جديدة ومناسبة، لأني أفكر خارج الصندوق وباستكشاف المزيد من الاحتمالات والخروج من الأشياء القديمة. ولدي حلين، اختاري المناسب منهما. الحل الأول الحلول الإبداعية ساعدت في حل المشكلة حتى ولو كانت واقعية. أما الحل الثاني الحلول الإبداعية ساعدت في حل المشكلة حتى ولو كانت خيالية. أيهما سوف تختاري؟ سوف أختار الحل الثاني،
وهو الحل الذي يساعدني في الواقع من حولي لأجد حلول أجمل وأفضل، وسوف أتبعها أيضا بالقبعة السوداء والصفراء حتى أتعرف على سلبيات الفكرة الجديدة. أحسنت جدا يا سارة. والآن جاء دوري أنا التفكير العاطفي، أبحث عن المشاعر لحل المشكلات عكس القبعة البيضاء، ولدي حلان اختار إحداهما. الأول التفكير عن طريق المشاعر لا يكفي لحل مشاكلنا، لكن يجب أن يتوافق مع التفكير العقلي. الثاني التفكير عن طريق المشاعر يكفي لحل مشاكلنا. أيهما سوف تختاري؟ سوف أختار الحل الأول، والحل الذي يتوافر مع المشاعر والعقل أيضا. أحسنت يا سارة. أيتها القبعة الزرقاء أحتاج مساعدتك أيضا. بالطبع يا سارة أنا سوف أساعدك، لأن قبعة التفكير الشمولي والإداري وقبعة النظرة العامة، والسبب في اختيار لون لأنه لون الفكرة ولون السماء الزرقاء التي تغطي كل شيء. أنا المخرج وأقوم بتنشيط القبعات الأخرى وأضع الخطة وأعطي التعليمات في نسق معين لكي ينجز الموضوع بعكس القبعة البيضاء، ونحن جميعا سوف نساعدك على التفكير واتخاذ القرار المناسب. هيا يا سارة، هيا يا قبعات جميعا نفكر ونضع الحل المناسب. يبعد عنها المرة بعيدا عنها ولا يجعلونها عائق بالنسبة لهم. لا نحمل هذه الصخرة بعيدا عن الطريق لكي يستطيع المارة أن يمر بسلام. نعم، وجود هذه الصخرة في هذا المكان يخنقني، وهي في حملها ثقيل وصعب على الشخص المفرد. لو نتعاون معا نستطيع حملها. لا يمكن أن تصيب أي أحد منا وتسبب الكوارث إذ لم نكن رفعاء بحرص. نحن نقوم بتفتيت هذه الصخرة ونحتها وعمل منها تمثال جميل يرمز إلى مدرستنا الجميلة. أفكار جميلة، هيا بنا نبدأ بفكرة القبعة الخضراء. شكرا أيتها القبعات على هذا الحل المناسب، وسوف أنادي على أهلي وأصدقائي وجيراني كي يساعدوني في نحت هذه الصخرة ونقلها من مكانها. يا أهلي، يا أصدقائي، يا جيراني، هيا ساعدوني في نحت هذه الصخرة ونقلها من مكانها حتى أن يستطيع المرة أن يعبروا الطريق بسلام وأمان. هذه قريتنا ويجب علينا أن نهتم بها. هيا بنا فلنزيح هذه الصخرة. وصنع منها هذا التمثال الرائع. يا للأسف كان بودي أن أشكو لمولاتي لتعاقب من وضع حتى تعرف مولاتي أني مهتم بشؤون المملكة. ما هذا؟ من قام بنقل هذه الصخرة من الطريق، ولكن ماذا تساءل؟ يكفي أنها نقلت من الطريق وأنا لا أبالي بهذا. يا حراس، احضروا لي هؤلاء الأشخاص. هيا ماذا فعلنا لكي تطلبنا الملكة؟ فعلتم أشياء كثيرة غير جيدة اليوم. ماذا فعلنا يا مولاتي؟ أنتم فعلتم، لكن يا سارة أظهرت حبك وولائك لي ولمملكتي. أنا جاريتك فعلت ماذا؟ لم تتواني على إظهار حبك لي ولمملكتي، بل أيضا قمت بالبحث والتفكير لإيجاد حل مناسب لإبعاد الصخرة من على الطريق، بل أيضا قمت بعمل إجمالي به إبداع لكي تساعدي كل مرة على النقل بسلام، وأيضا لتجميل نفسك الجميلة. أنا جلالتك فعلت ذلك لأنه يحب كل وأتمنى أن لا يسبه المفروض.
يا سارة، لك مكافأة عندي، أنت قبعات التفكير الستة. سوف أوظفكم في المملكة أن تكونوا حكماءها وتساعدون على التفكير بطريقة سليمة. شكرا يا مولاتي، نحن في خدمتك وخدمة المملكة أيضا. أما أنتم تقدمون على فعلك يا حراس. سوم إلى السجن حين محاكمته من قبل حكمائنا الجدد. سارة قبعات التفكير الستة. يا مولاي، اسمح لي أن أوجه رسالة لجميع شعب مملكتنا الجميلة. يجب علينا أن لا نلوم وننتقد فقط حين نجد المشكلة يا أصدقاء، ولكن يجب علينا التفكير الجيد والمساهمة يا أصدقاء. معك حق يا سارة يا حراس. خذوا هذا التمثال الجميل وضعوه في بداية مملكتنا. لنقيم احتفالات بسارة قبعات التفكير الستة.